السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في وصفة جديدة من مطبخ منا النادي. النهاردة هعمل لكم طريقة الجلاش بطريقة سهلة جدا وبسيطة وبطعم في منتهى الجمال. بصوا طري ومورق وجميل قوي قوي قوي. هيعجبكم الطريقة دي جدا. أول حاجة خالص بيبقى عندي حوالي مثلا 4 طماطمات، بقطعهم كده قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين. الطماطم والفلفل والسوسيس الكمية دي حسب ما انتوا عايزين، وممكن تغيروا على فكرة الحشوة بتاعة السوسيس بأي حشوة انتوا بتحبوها. ممكن فراخ، ممكن لحمة مفرومة، ممكن ميكس جبن اللي انتوا بتفضلوه. وبقطع الفلفل ده فلفل حامي، لو عايزين تحطوا فلفل بارد اوكي، عايزين تزودوا زيتون كمان ممكن تحطوا. واقطع السوسيس كده قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين. بقطع كده الكمية بتاعتي كلها. وبعد كده بعد ما بقطع بقى كل المكونات اللي عندي كلها، المكونات دي بقى بتاعتكم انتوا طبعا، اللي متاح عندكم في البيت اعملوه في الحشوه بتاعت الجلاش. بعد كده بجيب حوالي 3 أو 4 فصوص من الثوم، وبقطعهم كده قطع صغيره. واجيب بصله واحده واقطعها برضو صغير كده، ممكن تقطعوها في الكبه، بس يعني هي بصله واحده مش مستاهله. بنقطعها كده قطع صغيره خالص عشان ما تبقاش باينه في السوسيس ويبقى طعمها مش حلو. فبنقطعها كده صغيره جدا. كده قطعنا البصله. وبعدين بقى في طاسه على النار بجيب معلقه من الزبده بتدي ريحه تحفه للاكل، وبتخليه طعمه وريحته في منتهى الجمال. ونشوح في الزبده كده بتاعتنا البصل والثوم مع بعض، نديهم تشويحه كده اللي هو ياخد بس اللون الذهبي. وبعدين اضيف بقيه المكونات بتاعتي كلها، السوسيس والفلفل والطماطم، واخليهم يتشوحوا كده مع البصل ومع الثوم. واضيف التوابل. انا دي عندي البهارات اللي هي البهارات ال7، وشويه فلفل اسود، ومعلقتين كده من الملح او معلقه صغيره ملح، ما تكتروش. ونضيف معاهم معلقتين من الصلصه، ونسيبه بقى كده ايه الصلصه تتسبك شويه مع حبه ميه كده صغيرين، ونسيبه على النار. وبعدين نجيب معلقه من الزبده نسيحها، ونحط عليها شويه زيت وشويه لبن صغيرين، ونقلبهم مع بعض كده بالشكل ده. ودي اللي احنا هنعمل بيها، هندهن بيها الصينيه وهندهن بيها الجلاش. اول حاجه دهنا الصينيه كده من تحت زي ما انتم شايفين. وبعدين بجيب ورقه من الجلاش وادهنها بالميكس اللي احنا عملناه ده دلوقتي. تمام، زبده وزيت وشويه لبن، ده اللي هيخلي الجلاش يبقى طري جدا. اللبن كمان بيديله طعم وبيخلي الجلاش يبقى طري، ما يبقاش ناشف وما يتحرقش معانا. طبعا بقسم نص كميه الجلاش بحطها من تحت، واحط الحشوه في النص زي ما انتم شايفين كده. افرد الحشوه بتاعتي كويس جدا في الصينيه، تبقى متوزعه كويس قوي. واحط شويه جبنه موتزاريلا في النص. وبعدين احط بقيه الكميه بتاعت الجلاش من فوق زي ما انتوا شايفين كده. اكمل بقى الطبقات كلها. تمام، ونفس الميكس بقى اللي احنا كنا عاملينه، اللي هو الزبده والزيت واللبن، وهضيف عليهم بيضه، ودي اللي انا هحطها فوق الوش. ضفت الميكس ده حطيته كده فوق الوش، لان البيض بيديله لون ذهبي من فوق الوش كده. وادخله الفرن. ما احطش الموتزاريلا دلوقتي، انا حطيته في الفرن اخد اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده، يعني بيبقى حوالي نص ساعه. واطلعه واحط الجبنه الموتزاريلا و5 دقايق واطلعه، وبتبقى الجبنه بصوا ساحت وبقت تحفه. وشوفوا طري بيتقطع معايا طري وجميل ازاي، وما بياخدش معانا نص ساعه. سهل جدا جدا وبسيط، وصفه في منتهى الجمال. بصوا بقى، بصوا الجمال. طلعوا بقى القطع كده ولا لازقه ولا اتحرقت ولا اي حاجه، ومورقه كده كل واحده بوحدتها، والحشوه جميله والموتزاريلا جوه سايحه. وصفه بجد حلوه قوي قوي، متاخدش وقت، هتعجبكم. جربوها وقولوا لي رايكم في الكومنتات، ولو عجبتكم شيروا الفيديو ده. كنت معاكم مطبخ منا النادي. شكرا لكم وبالهنا والشفا.